السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبة المتابعين؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. طبعا طلب من عندي طريقة عمل مايونيز، وإن شاء الله راح نسوي لكم الطريقة بإذن الله تعالى تنال إعجابكم. المكونات جدا بسيطة. هي عندي 3 بياض بيض، 3 بياض بيض. عندي هنا بودرة ثوم، وعندي هنا راح استخدم رشة ملح، وراح استخدم ملعقة طعام خل أبيض، وراح استخدم هنا زيت كوب. طريقة سهلة نبلش بيها. بسم الله. ناخذ الزيت، اشتغل بهاي العلبة. راح اضيف هذا الكوب، واذا احتاجيت اكمل عليه. طبعا رشة ملح، خل ابيض، بودرة الثوم، وبياض البيض. نبلش. بسم الله. بسم الله. اكو اسرع من هيش طريقة؟ ماكو. ماكو اسرع من هيش طريقة ابد. وهذا هو المايونيز. شوفوا هذا قوامه، اذوقه ما شاء الله. طبعا روعة، بس يحتاج شوية ملح. و شفتوا يعني ماكو، حتى ما اخذ من عندي نصف دقيقة. راح ارجع احط له شوية ملح. طبعا وانا احب الثوم، هذا هم راح اكمل الثوم عليه وارجع هم هرسه. هذا بقت الثوم والملح حسب رغبتكم. كمل عندي. شوفوا قوامه، هذا القوام ماله. نجي نفرغه هنا. طلبوه من عندي طبعا بعض المتابعين، وحبينا نسوي لهم اياه. طبعا ممكن تستبدلون الزيت هذا بزيت الزيتون، يكون افضل طبعا وصحي اكثر. بس اني هسه ما عندي يعني زيت الزيتون، فاشتغلت لكم اياه بهذا الزيت. وهذا هو المايونيز، وان شاء الله ينال اعجابكم. وطعمه كلش طيب، وطريقته جدا سهله، يعني ما يسوى حتى نشتريه من برا. وممكن تسويه بنفس اللحظه، يعني انت محتاج مثلا نفس هاي الكميه او اقل، تسوي وتستخدمه، حتى ما يحتاج انك تخزن او ما تخزن. واذا تريد تخزنونه تخلونه بعلبه وتغلقونها باي قوطيه وتخلونها بالتبريد، ما يصير تخلونه برا، يعني منه هيك احنا الدنيا حاره. واللي اول مره يدخل على قناتي ويشوف هذا الفيديو لا ينسى يسوي اشتراك ويفعل الجرس، ولا ينسانا من الدعاء. انا اخوكم عبد الله العنزي، مع الف سلامه.